ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معكم قناة الملك المشترك والاشتراك والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. وإليكم ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء مباراة طبعا الهلال والرياض. تعثر جديد للهلال بعد سلسلة الانتصارات، وكذلك الفرقة ال- الفتحية تمام أو فرقة الفتحية تمام. طبعا الفحاء كسب 2-0. الهدف الأول من دحل صبري دحل، أسيست ريميسي، لاعب اسمه ريميسينو مش عارف، المهم مش عارف انطق اسمه. بين زي اسيست في الهدف الثاني، وسكالا في الدقيقة 88. نيجي نتكلم بقى عن ماتش الرياض والهلال. الهلال تعادل في مباراة دراماتيكية مجنونة بمعنى الكلمة حرفيا. الهدف الأول من ماركوس ليوناردو في الدقيقة 26، اسيست داروين نونيز. التعادل في الدقيقة 58، اسيست توزي وابراهيم بايش هو اللي جاب الجون. طبعا تنبكت خط طرد في الدقيقة الثاني من وقت بدل الضعف في الدقيقة الأخيرة، والحكم حسب 12 دقيقة ضايع، يعني هو ضاف 10 والماتش راح لدقيقتين كمان زيادة. وداروين نونيز جاب جون في الدقيقة الرابعة بس 90، ولكن اتلغى بداعي الأوفسايد. وكان في كرة في العارضة اللي سلم الدوسري في الدقيقة 75 طبعا. وهكذا بهذا الشكل الهلال يضيع فرصة ذهبية لاختطاف الدوري. يعني كان هيبقى دلوقتي عنده 48 أو 47 نقطة، ولكن دلوقتي بقى عنده 45، كان هيبقى عنده 47 نقطة، وكان هيبقى الفرق 7 نقط عن أبرز الملحقين. ولكن في الأخير تعادل مخيب للآمال لجماهير الهلال العظيمة. وطبعا الرياض فرقة تحترم برضه، يعني كانوا عاملين ماتش 10/10 قبل الطرد وبعد الطرد، ده ما يخص هذه المباراة. أما القادسية ففاز بقى بالمركز الثالث مؤقتا. حين نشوف ايه الله يحسب مباراة التعاون والنصر غدا. كسب النجمة الفرقة المركز الأخير طبعا، والهدف الأول لفلوري في مرماه، وهدف التعادل من الطليحي في الدقيقة 57. وطبعا الجول الأول للقادسية كان في الدقيقة 57 في الدقيقة 7، وكونينسيس جاب جون في الدقيقة 62، وماريو ريتيجي جون في الدقيقة 74. بهكذا الشكل الترتيب أصبح كالتالي: الأول الهلال برصيد 45 نقطة، الثاني الأهلي برصيد 40 نقطة، الثالث القادسية 39، الرابع النصر ولكن ليه ماتش غدا أمام التعاون اللي بعده برضه ب35، والسادس الاتفاق ب29، والسابع الاتحاد ب27. وطبعا الاتحاد لماتش هو آخر، والخليج في المركز الثامن ب25، ونيوم والفتح برصيد 21 لكل منهما. أما عن الهدافون في الأول بقى كونسي سيز دلوقتي ب16، كذلك كريستيانو ب16، إيفان توني ب15، روجرز مارتينيز ب14، جوشوا كينج 13. فمستنى رأيكم في التعليقات، وما تنسوا اللايك والاشتراك علشان قربنا على 1000 مشترك. وسلام وأحلى كلام.